في مشهد تقشعر فيه الأبدان ويحيي فينا روح النضالية، شباب، نساء، أطفال وكهول ولاية العيون يواصلون مسيرتهم المنددة للمسودة التي أقرتها الأمم المتحدة ورفضهم القاطع لمقترح الحكم الذاتي، مؤكدين تمسكهم بخيار الاستقلال التام والحرية. ولاية العيون اليوم تناضل من أجل هذا القرار اللي معدل ترامب، ونقولوا كاملين الدول الصديقة والغير صديقة بأننا قادمين على الانتصار، ولا غدنا في كلام ترامب ولا غدنا في كلام فرنسا، وحنا صامدين 50 سنة ما تمشي هكاك، ولا خارج ما تقرير للشعب الصحراوي وللمواطنات والمواطنين، وحنا مصيرنا هو الاستفتاء أو الكفاح المسلح. المظاهرات رفعت فيها الأعلام الوطنية ورددوا المشاركين الشعارات المطالبة بالاستقلال وتنظيم استفتاء تقرير المصير. مصير أهل الصحراء يقروها لا بيديهم، ما يقروا حد. سمعتوا حنا هذو راينا اليوم واقفين ولا انتم واقفين، ومنين تعود عاطتنا مرحله انتم واقفين، رانا ما عينا في شيء، ما عينا في رزق ولا عينا في خيام ولا عينا في شيء، جاينا من اجل المصير ولا نخلاو عليه. كل موقع في صحراء ولا يتخلق فيه هذه التنديدات اللي خلق بذا القرار الحقيقه اللي جايبه الترام احنا ما يقيدينا، وترام احنا ما هو متحكم فينا، وهذه ارضنا احنا، هذه ارضنا احنا، ولا عاطينها ولا مصدقينها ولا بايعينها، ونخلاو عليها كبارا وصغارا، نخلاو على ارضنا. وهذا يبرهن على هذه التظاهرات، هاي الصحراويين اللي مرقت كامله عن بكره ابيه، سيان الشيباني وسيان العزوز وسيان ذاك الجاي مرفوض في كروسه. تأتي التظاهرات في ظل حالة من الاحتقان السياسي وخيبة أمل الشعب الصحراوي عقب صدور آخر قرار للأمم المتحدة الذي لم يأتي بجديد فيما يخص آليات تسريع العملية السياسية المتعثرة منذ عقود. جميع الصحراويين على الخالق لا الاستقلال والحكم الذاتي ما قطعت خالق ولا تم ولا ماصلين من جيل في جيل، وطرام ما يقول شيء وأمريكا ما تقول شيء، والخالق لا الاستقلال قدام الباقي والكارث، والحكم الذاتي ما هو خالق، ذيك أرضنا لا ينحروها قدام الباقي والكارث، والخالق لا الاستقلال وكل الوطن والشهادة. لا للحكم الذاتي، استقلال الصحراء آتي. لا الحكم الذاتي، استقلال الصحراء آتي. عاشت الجبهة الشعبية، عاش الشعب الصحراوي. ومن خلال هذه المظاهرات نؤكد أن الشعب الصحراوي ليس لديه فيتو في مجلس الأمن الدولي، ولكن لديه فيتو في كل شبر من الصحراء الغربية، وهو الوحيد الذي يقرر ما يريد. من إذاعة التلفزيون الزمرة، مريم سالم، ولاية العيون.